مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم بكل خير. نشرة الاخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة اريتريا، معكم فيها قاسم احمد، والبدء كالعادة باهم وابرز العناوين. عمليات لجراحة العيون في أسمرة. تقييم حملة الطلاب التنموية في شمال البحر الأحمر. جهود تقوية قدرات المرأة في إقليم عنسبة. إسرائيل تقتل قائدا ميدانيا في غزة وتستهدف آخر في دمشق. الملك عبد الله الثاني يزور الباقورة بعد انتهاء حق إسرائيل بالتصرف بها. ومعطل 15 شخصا في تصادم قطارين في بنغلاديش. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تجري جمعية أطباء العيون المعروفة بمشروع هيمالايا وكاتاراكت عمليات لجراحة الساد أو كاتاراكت التي تسبب ضبابية في عدسة العين في إريتريا بمستشفى برهان عيني ابتداء من 10 من نوفمبر الجاري. ويشارك في هذا البرنامج المستمر حتى 15 من نوفمبر الجاري 17 خبيرا من مختلف الدول بالتعاون مع خبراء العيون الإريتريين. وأوضح المدير الطبي لمستشفى طب العيون الدكتور كحساي فسحاسين عن وجود مواطنين يحتاجون إلى عمليات جراحة الساد أو كاتاراكت التي تسبب ضبابية في عدسة العين، وقد أجروا بالتعاون مع جمعية أطباء العيون المعروفة بمشروع هيمالايا وكاتاراكت ابتداء من 10 من نوفمبر الجاري عمليات جراحية ناجحة ل 400 شخص. وقال الدكتور كحساي رغم أن الأطباء الإريتريين يقومون بإجراء مثل هذه العمليات، إلا أن إجراء عمليات جراحية لحوالي 1500 شخص خلال أسبوع واحد أدى إلى تخفيف الضغط الذي كان يواجه المستشفى، إضافة إلى تهيئة بيئة ملائمة لتبادل الأفكار والتجارب. وعبر الأشخاص الذين أجريت لهم العمليات الجراحية عن سعادتهم للخدمات التي حصلوا عليها. وأوضح أعضاء جمعية أطباء العيون المعروفة بمشروع هيمالايا وكاتاراكت عمليات جراحية مماثلة في دول النيبال وغانا وإثيوبيا بأن الإعداد الجيد المسبق في إريتريا أدى إلى إنجاز مهام فعالة خلال أسبوع. وقالت المدير التنفيذي لجمعية هيمالايا وكاتاراكت الدكتورة ريتا غوران بأن العمل يجري لتوسيع إنتاج مؤسسة فريد هولاوس للنظارات الطبية المقامة في إريتريا والنيبال في آن واحد من أجل تعظيمها للمواطنين بأسعار مناسبة وتطويرها إلى مرحلة إيجاد الأسواق في المنطقة. ذكر الاجتماع التقييمي الذي عقد في 11 من نوفمبر بمدينة مصوع فعالية الأعمال التي قام بها طلاب الحملة التنموية الصيفية في 52 نقطة عمل ب4 مديريات بإقليم شمال البحر الأحمر. وذكر في الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء إدارة الإقليم ووزارات الزراعة والصحة والتعليم والاتحاد الوطني للشباب والطلبة تنفيذ أعمال ناجحة لحماية التربة وحفظ المياه وغرس الشتول للأشجار ورعايتها وصيانة الحواجز المائية والمدرجات وصيانة الطرق الترابية وبناء الحواجز المائية والمجاري التحويلية. وقال مسؤول حملة الطلاب التنموية في الإقليم الأستاذ فسحاسين تكي في التقرير الذي قدمه حفر وغرس أكثر من 10,800 شتلة في مديريات قندع وفعبت ونغفة وقرورة، وبناء مدرجات جديدة بطول أكثر من 50 كيلومتر وصيانة طرق بطول 16 كيلومتر. وأفاد مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد مشاركة أكثر من 1100 طالب و26 معلما راعيا وخبراء الزراعة والصحة في الحملة الطلابية التنموية هذه السنة، داعيا الاهتمام مستقبلا بتوفير الشتول لعدم وجود شتول كافية في مشاتل الإقليم. من جانبه أوضح مسؤول حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم السيد فتوي ولد قرقيش أن الحملة وإضافة لمساهمتها لحماية وتنمية البيئة
تعمل لإرساء ثقافة العمل وبناء ذهنية الطلاب نظريا وعمليا، مؤكدا أهمية الاستعداد المسبق لعمل فعال. وبحث الاجتماع الآراء المساعدة لتقوية الحملة. أعلن الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عنسبة العمل الجاد لتقوية قدرات المرأة والاعتماد على نفسها اقتصاديا. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة أمينة حسن بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد أن الاتحاد وخلال مسيرته السابقة عمل لتحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة ومحو الأمية وضمان الحياة الاقتصادية والنضال ضد العادات الضارة والمعتقدات البالية ورعاية الأمومة والمبادئ الأساسية الأخرى، وتخطى التحديات الكبيرة لإحداث تغيير أساسي في المجتمع. وأشارت إلى النتائج المرضية لتوعية المرأة الشابة وتحملها المسؤولية، موضحة العمل لتعطيل الطالبات من المرحلة المتوسطة وما فوقها، ونجاح عمل المرأة في البستنة والانضواء في جمعيات تعاونية. ويقوم الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عنسبة بتدريب المرأة في مركزي التدريب الذي يمتلكه في أصمات وكرن. عقد في مدينة بارنتو في 10 من نوفمبر اجتماع لتقييم أنشطة مكافحة العادات الضارة بالمرأة والأطفال التي تقوم بها المؤسسات الحكومية المختلفة. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الأقليم السيد فرانكو كوبابا في الاجتماع الذي شاركت فيه الجهات المعنية تحقيق نتائج مرضية من العمل الجاد لمحاربة العادات الضارة التي تستهدف المرأة والأطفال. وأشار إلى إقامة لجنة على مستوى الإقليم بموجب البرنامج الموضوع على مستوى البلاد ووضع قوانين ولوائح لتنفيذ بمنسق لأنشطة المحاربة التي تقوم بها وزارتي العمل والرعاية الاجتماعية والصحة والاتحاد الوطني للمرأة. وأفاد مسؤول مكتب وزارة الصحة الدكتور حيالوم كيداني وأعضاء اللجنة الفنية الوطنية لضمان تأمين حقوق المرأة والطفل بشأن أنشطة الإقليم والبلاد إقامة لجان بمستوى الضواحي لتنفيذ المهام المنسقة، داعيا إدارات الضواحي للمصادقة على قوانين داخلية لإنجاح الأهداف الموضوعة. من جانبه أوضح حاكم إقليم القشبركة السيد أبرهة غارزا أن العادات الضارة التي تنفذ على المرأة والأطفال سواء بمعرفة أو غير معرفة تخلق ضغوط سلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، مؤكدا عمل إدارة الإقليم بمنحها الأولوية. وأوصى الاجتماع تنفيذ جيد للقوانين والمراسيم الصادرة لمحاربة العادات الضارة ووضع قرى القوانين الخاصة بها لمعاقبة مرتكبي العادات الضارة والدفع بأنشطة التوعية. دعا مسؤول التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد حقوس أدحنة على العمل لتوطيد علاقة أولياء الأمور والطلاب بالدراسة لأهميته لضمان تقوية العملية التعليمية. وأوضح لدى لقائه مدراء المدارس ولجان الآباء في مديرية عصب المساهمة الجيدة لمتابعة وتشجيع أولياء الأمور في الأنشطة اليومية للطلاب وتطور التعليم، داعيا إجراء لقاءات منتظمة لحل سريع للمشاكل التي تطرأ. وقال إن مهنة التعليم هي لبناء الأجيال والقيم السمحة، وعلى المعلمين أن يكونوا قدوة وتمرير المعرفة القيمة للطلاب في جميع المجالات. من جانبه أوضح مدير مديرية عصب السيد تسفاي الزرقاء وجوب تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتساوي المشاركة في التعليم، خاصة الإناث مع الاستثمار الجاري في التعليم. شهدت مديريتا أسماط وحلحل بإقليم عنسبة لقاءات قانونية للطلاب والسكان تركزت حول الأهمية القانونية للسلامة الإنسانية والبيئية. وقال نائب الملازم حامد إدريس في التوضيح الذي قدمه في المديريتين إن الشرطة تعمل بقوة لمكافحة الجرائم والمخالفات وتقديم الجنات إلى المحاكم، مشيرا إلى دور الشرطة الأهلية والمحاكم الفعال لإنهاء القضايا. وقد شهدت المديريتان خلال الأشهر العشر الماضية 18 مخالفة و35 جريمة وحادث مروري واحد.
وبمساعدة المواطنين تم القبض على الجنات جميعا. وذكر المشاركون أهمية السيمينارات القانونية والانضباطية عامة وخاصة للمجتمع المدني والطلاب والشباب، مناشدين للاستمرارية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الأنباء العالمية. قتلت إسرائيل قائدا ميدانيا كبيرا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدعومة من إيران في ضربة نادرة موجهة بقطاع غزة، متهمة إياه بتنفيذ سلسلة هجمات عبر الحدود والتخطيط للمزيد. من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام سوريا رسميا أن إسرائيل نفذت هجوما صاروخا استهدف منزل مسؤول آخر بالجهاد الإسلامي في دمشق، مما أدى إلى مقتل أحد أبنائه. وقالت حركة الجهاد الإسلامي أن المنزل المستهدف هو منزل الزعيم السياسي أكرم العجوزي. وقال الجيش الإسرائيلي وشهود أن صفارات الإنذار دوت بعد بضع ساعات من مدن بوسط إسرائيل منها تل أبيب للتحذير من إطلاق صواريخ من قطاع غزة. ومقتل القائد الميداني بهاء أبو العطا في منزله بغزة سيمثل على الأرجح تحديا جديدا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس التي تحكم قطاع غزة، وحاولت في أغلب الأوقات الحفاظ على تهدئة مع إسرائيل منذ حرب 2014. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو أذن بعملية استهداف أبو العطا، متهما إياه بتنفيذ سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة والقناصة ومحاولات تسلل إلى أراضيها. زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منطقة الباقورة بعد يوم على إعلان فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل على طول الحدود المشتركة، وكان لها حق التصرف بها لمدة 25 عاما بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994. وصدر بيان عن الديوان الملكي تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة عنه، جاء فيه أن الملك وولي عهده زارا الباقورة واستقبلهما لدى وصولهما رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. وكان ملحق خاص بالباقورة وبالغمر ضمن معاهدة السلام أعطى حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاما، على أن يتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية الدولة العبرية برغبتها باستعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة. قال مسؤولون أن قطارين تصادما في شرق بنغلاديش، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين. وقع الحادث عندما تصادم قطار كان متجها إلى مدينة تشيتاغونغ الساحلية مع قطار كان متجها إلى عاصمة داكا في برمان باريا التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شرقي داكا، مدمرا 3 عربات من عربات القطار المتجه إلى تشيتاغونغ. وقال حياة الدولة خان حاكم منطقة برمان باريا لرويترز أنه تم انتشال 15 جثة، محذرا من أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ التي يشترك فيها مسؤولون من إدارة الإطفاء والشرطة وحرس الحدود والجيش. ولم يتضح على الفور كيف أصبح القطارات على المسار نفسه، وأمرت الحكومة بإجراء التحقيق. وحوادث القطارات في بنغلاديش كثيرة التكرار نسبيا، وكثير منها يقع عند تقاطعات لا تخضع للإشراف، وأيضا بسبب الحالة السيئة لمسارات السكك الحديدية.
أطلقت شركة سبايس إكس الأمريكية الدفعة الثانية من كوكبة الأقمار الاصطناعية الصغيرة ستارلينك التي تهدف إلى توفير خدمة الإنترنت من الفضاء، وقد تضم 42 ألف قمر اصطناعي على المدى الطويل. وأقلع صاروخ فالكون 9 بنجاح من كاب كانافيرال في فلوريدا حاملا 60 قمرا اصطناعيا صغيرا، على ما أظهرت بث مباشر لعملية الإطلاق على موقع الشركة الفضائية التي أسسها إيلون ماسك. وتريد سبايس إكس الاستحواذ مستقبلا على جزء من سوق الإنترنت في الفضاء التي تتنافس عليه مع شركات أخرى. وتهدف كوكبة ستارلينك إلى توفير خدمة الإنترنت السريع على الأرض، وستكون الأقمار الاصطناعية الصغيرة على علو منخفض نسبيا. وكانت سبايس إكس أطلقت أول 60 قمرا في مايو، وأكدت أن الكوكبة ستوضع في الخدمة اعتبارا من العام المقبل، وذلك لتوفير الخدمة لكندا وشمال الولايات المتحدة. وأكدت أنها ستتمكن من تغطية العالم بكامله من خلال 24 عملية إطلاق. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.